السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الله وتحية كبيرة لكم الكل كما راكم يا شعب الجزائر العظيم، يا اللي رفعتوا لنا روسنا أمام العالم. شعب المقاومة، والمقاومة كما عم بالكم يا جماعة لازم تعرف تنكيسي الضربات، لازم تعرف تحمل، لازم تعرف تستنى وقتها تضرب، لازم تصبر ولازم تثبت على المبادئ تاعنا. وهذه الحمد لله الشعب الجزائري راهو في الطريق الصحيح. باش نعرفوا هذا الخبر، هذا المراوغة تاع راح يديروا زعما إعلان عن عدم الترشح للعهدة الخامسة، نحاولوا نشوفوا الاحداث وش هي. الحدث الاول يا جماعه بوتفليقه حب يترشح للعهده الخامسه، سي الشعب خرج في الطريق وقال له لا يا اخي مانيش قابل. السعيد بوتفليقه لما شاف الجماهير وهذيك الدنيا كل قال لكم معليش يا سيدي، الانتخابات هذه المزوره نعقبوها بركه، فوتيوا على الخامسه ونقعدوا عام ومن بعد هاي ليكم البلاد. زاد رد عليه الشعب الجزائري في 8 مارس قال له مشنا جايين نلعبوا، احنا جايين نحكيوا على مصير الجزائر، انت قاعد تتناقش كي شغل تبيع في بقره ولا في تقاشر ولا زيدوا لي عام نحوا لي 6 شهور وندير لكم. لا 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 لا, لا. هذا يا سعيد انتهى هذا الزمن. الشعب خرج بقوه وشفناه في 8 مارس، حتى العالم انبهر بالتحضر وبالوعي تاعو. قال له لا يا سعيد فض الزمن اللي انت تحكم فيها. فهذا الحمله اللي دارها الشعب للعالم كامل شهد، جات بخصه في وجه العائله تاع بوتفليقه. الناس تبخصوا هذا البوتفليقه، بانوا امام العالم كانهم ظالمين ديكتاتوريين، وبان شعب مظلوم ومقاوم، ويعني شعب متحضر وشعب سلمي. فهذا البخصه ما قدرش يتحملها السعيد، كيما رجع غاضب يا خاوتي واتخذ القرار وتحدى الشعب الجزائري وقال له شوف يا شعب الجزائر، انا مره الاولى درت لك انتخابات رمزيه زعما قيمتك باش نديروا العهده خامسه ونزيد زعما عام وشفتك كيما هكا. فقام السعيد بوتفليقه بالغاء الانتخابات ويروح ديريكت الوحده الخامسه. اخبطوا راسكم في الحيط، ماشنا محتاجينك يا شعب باش تفوتي ولا ما تفوتيش، رايحين للعهده الخامسه بيك ولا بلا بيك. ومش غير العهده الخامسه، ثم تحديد موعد انتخابات من تنفح لي نديروا، ويحل المجلس الدستوري ويحل الحكومه ويبدل الحكومه ويا من عاش من نقرر انا ثم تتبعوني. اخبطوا راسكم في الحيط. رساله قويه تاع السعيد حب يتحدى بها الشعب، وزاد ضربه واحده اخرى خامجه خلاه وين جاب البرميل البتيه الخائنه للمجتمع الجزائري. جاب القايد صالح وقال لهم القايد صالح قبل المقترح تاعي، يعني قبل نروحوا العهده الخامسه. حاوس يقول وش؟ حاوس يقول معايا الجيش المره دي ضرب الصح تتحركوا ونكرازيكم. هذه رساله السعيد، يتحدى في الشعب الجزائري. هذه حقيقه يا جماعه وقراءه واضحه ما فيها حتى هضره، الناس كل تحكي في نفس الهضره. دونك الشعب الجزائري امامه حلين، يا اما يقبل ويهبط راسه ويرضى بالذل ويسكت، يا اما ينعتلنا الفري الجزائري وش يكون كما تاع نهار 8 مارس. يا اما تكون مسيره ومواصله الحراك بقوه. قال واش يا السعيد انتهى وقتك، ما بقيتش تنيغوسي، ما بقيتش انت اللي تقرر، لازم تفهمها. جيب القايد ولا جيب اصحاب القايد ولا الشعب الجزائري هو اللي قرر. خاصة يا جماعة أنه في شهر أفريل ينتهي رسميا وقانونيا الحكم تاع بوتفليقه في افريل. فضل يعني من الافريل يا جماعه مازالوا لك 15 يوم من الافريل في لمان بوتفليقه ما بقى رئيس وخوه ما بقى مستشار، طيروا في زوز. الشعب مش مستعرف بكم، الشعب مش محتاجكم انتم اللي تنظموا انتخابات، ومش محتاجكم انتم اللي تمثلوه. الشعب الجزائري دوك يخرج ويرجع رسالته هذا للرئيس وللسعيد خوه وللقايد صالح، ما بقيتوش انتم اللي تحكموا، الشعب هو اللي قرر مصيره. عقليه جديده توجور بالسلم، توجور بالتحضر، توجور بالكلمة والموعظة الحسنة. يا جماعة الشعب الجزائري لازم يوقف مع بعضها، نسحقوا الناس الكل. اليوم وصلنا مرحلة يا خاوتي ما كانش اللي قاعد في النص، يا إما راك مع الشعب يا إما راك مع السلطة، ما كانش راك مع المقترح ربي سهل، راك مع الشعب توجور المطالب أنهم يطيروا مبروك عليك. دونك خاوتي نسحقوا الناس الكل تفصل، سواء كان جندي ولا شرطي ولا كان دركي ولا كان اي حاجه، ما بقاتلكش تبقى حياد يلا غالب انا خاطي، لا لازم تبين الموقف تاعك دركا، يا بور يا كونتر، وربي سهل عليك وانت حر في حياتك. المهم الشعب راح يرد على السعيد بكل قوه ويقول له لا يا السعيد مش انت اللي تقرر مصير الجزائر وتقترح مين تحب انك حليت الحكومه وحليت حتحل البرلمان وانك حتحل مجلس دستوري وراح ننظم لكم انتخابات بعد مده. لا لا لا، بعد مده انت راح تطير. ما قال بوتفليقه لا تبقى انت مستشار، لا نبقاو سامعين بكم. نعول كثيرا على الشعب الجزائري بالتوعيه والصمود امام هذه العصابه. بارك الله فيكم. كان هذا لطفي دوب القناه، ونبقاو دائما في الفيديو ان شاء الله.